طيب، الفيديو اصلا بقى عباره عن ايه؟ عباره عن لايرز من صور. عارفين كانوا بيصوروا ازاي زمان الانمي، كرتون اللي هو توم وجيري والحاجات دي؟ عارفين بيصوروها ازاي؟ كانوا بيصوروها ازاي؟ كانت مكلفه جدا، يعني كانت ديزني بتصرف مبالغ طائله على الموضوع ده. بسبب ايه؟ ان هو علشان كل فيلم يعمله بيصوروا صور. انت متخيل الفكره؟ وكل حركه بيعملها بيتصور صور. يعني وهو بيقع كده، حتى لو انت ركزت، لو ركزت في الانمي بتاع زمان، هتلاقي ان في احيانا الحركه ما بتاخدش شكلها الطبيعي. يعني مثلا هو بيتحرك كده، هتلاقيه ايه، اتحرك ثلاث اربع حركات مره واحده بس على طول، ما اتحركش سموز، اكنه متصور بكاميرا. فاهم الفكره؟ يعني انت لو قسمتها، عملت زوم كده على اللايرز، هتلاقي ان هو بيتحرك واحده واحده، يعني خمس مثلا حركات او ست حركات في الثانيه، مع انه المفروض يتحرك 24 حركه في الثانيه، صح؟ عشان يوفر تصوير. فاهم الفكره؟ فهو كان بيعمل ايه؟ كان يوم جايب ماكيت بالاستوديو، اكن ده المكان يعني اللي هو فيه زي الترابيزه دي مثلا، ويقوم جايب مصور صوره هنا، يقوم محركه جنبها مثلا سنتي، مصور صوره، صورة، صورة، يجمع كل الصور دي على بعض، تمام، يحطها لك في فريم 24 او 21، انت شفتها خلاص. اه، والفيلم كله كان بالصور دي، كان بالصور صور. ما كانش بقى في وقتها بقى لا بريمير ولا افتر افكت ولا الحاجات دي كلها، خلاص يعني، ما كانش وقتها الكلام ده يعني. تمام، فكان كل ده بيتحرك ايه بالشكل ده كده. تمام.